احسن واحد تكلم في السياسه من الوسط الفني وقال كل شيء بكل شجاعه هو الفنان سعيد الناصري. وبسبب هذا الفيديو واجه الفنان بزاف ديال المشاكل، فيديو اللي ما يمكنش انه يتنسى لانه بين الخلل ووضح كل شيء. بلا ما نطول عليكم ويلا نشاهدوه. علاش وليداتنا كيهربوا؟ علاش وليداتنا باغيين يهجوا ويمشيو للبحر؟ علاش وليداتنا باغيين يغامروا بنفوسهم ويحرموا والديهم منهم؟ واطفال عباد الله، اطفال راه الله يكون في العون. شنو اللي خلانا نوصلوا لهذا الوضع هذا اللي حنا فيه اليوم؟ اليوم تسير شوف حنا نشوف اي حاجه كتشوفها غاده ماشي هي هذيك. كاينين جوج الحوايج اللي قريبين: السرقه وسوء التسيير. السرقه كاينه وانت شتي مسؤولين راهم في الحبس ومازال خصهم يجيبوا وحدين اخرين اللي بالكين تيتلاعبوا باموال العام، واحتلالات، تحرميات، البيع والشراء، كيبيعوا يشروا بعباد الله. الناس كتهرب فلوسها، واحد خازنهم، واحد ديرهم تحت الجليج، الابناء يعني مخربين الاقتصاد. هادو مجرمين انا في حق بلادهم، في حق وطنهم، وفي حق الشعب المغربي. هادو ناس اللي خصهم يتعاقبوا، لان هذه راه بحالهم بحال الاسرائيلي اللي تيقتلوا دابا في الناس في غزه. راه لا ميم شوز، راه ما كاينش فرق. راه من الراجل كيدخل عند وليداته وكرامته كتضيع لانه ما مدخل لهم والو، تيحس صعيبه. مش صعيبه بزاف. الفقر، الراجل ما تيحسش براسو راجل صاحبي، المراه ما كتحسش براسها مراه، ملي كتلقى راسها انها ما قادراش سوبفونيغ او بوزوان ديال سي زونفون، وحنا تنكذبوا عليهم. غادي نديروا، غادي نعملوا، غادي نفعلوا، غادي نتركوا، ما كاين والو. الحكومه ما قداتش ولا ما بغاتش؟ ماشي ما قداتش، انا قلت لك كاين جوج الحوايج: كان الاختلال وسوء التسيير. الخير كاين في المغرب، راه ما يمكنش واحد صاحبي كيدخل الملاير وواحد ما تيدخل حتى ريال. شوف غير في الميدان ديالنا الفني، واش كتجي اجونس ما عرفها حتى شي واحد؟ ما عمرهم كانوا في هذا الميدان. واش حنا فين؟ راه استحمار لينا حنايا انه جايين وحدين جايين مع بالقصاير وبس سميتو تياخذوا مشروع ديال 2 المليار 3 المليار والفنان تيعطوه 4 ريال، وهذاك الفنان كيفاش غادي يدير يعيش ولادو؟ مازال ملي كتجي مثلا الانتاج بحال هذا، قناه ما عندهاش امكانيات، يقول لك هادشي اللي عندنا واش ملي كتعطي الفنان 1000 درهم ولا 2000 درهم اش غيدير بها في رمضان؟ ولا كتعطيه كاع حتى 50,000 درهم ولا 60 درهم غادي خصو يمشي بها العام كله، كي غيدير؟ وواحد اخر ما كيدير والو، حال كراج داير فيه بيرو وكتيبه، وبارك تياخذ في الفلوس من التلفزيون بالملاير، وبارك تيتكرفس على الناس، وكي يجيبوا بهذا الثمن وهذا يجيبوا بهذا الثمن ومشيط هو الفلوس. قسما بالله ويتناض حساب ويعيطوا على هاد لي زازونش ويجلسوهم ويشوفوا معاهم شنو كاين، غتلقاهم انهم كيشيطوا من مليار. انا قلت لك السيت كوم درتو اغلى سيت كوم ما كنفوتش فيه 5 المليون ديال الدرهم بالامكانيات والتقنيات وكل شيء. 5 المليون كلها رباح ديال الدرهم هو بزاف. 500 مليون اللي خصها تكون عند الفنانه كتكون عند هاد الناس اللي بيعوا شرايه. السماسريه كترو كذلك في المجال الفني السينمائي ولا سميتو، كتلقى مثلا واحد معيطين له في التليفون عطيه الفلان 400 مليون، عطيه الفلان 300 مليون، وانت اللي حاط عمل كبير. انا مؤخرا حطينا عمل سميتو اللي هو عبدو في عهد المارينيين. جاي معايا دكتور قداشنا هو اللي السي محمد محمد القسامي كاتب كتوبه، كاتب ومؤسس تقريبا من المؤسسين ديال الدراما في المغرب، وجا وجلست معنا ديك اللجنه ديال 4 ريال اللي كلهم جالسين فيهم ناس اللي، والسؤال اللي كنتسناه السيد جاي محضر وغادي يهضر على الموضوع وعلى قضيه المارينيين وعلى دوله المغرب في عهد المارينيين وعلى التاريخ ديال المغرب. جاي تيقول ليه والبيرشمان غادي تزيدوه سيمانه، علاش؟ هذا السؤال هذا بشي حشومه. هذا راه كتضحك على دكتور قداش هو في الادب. حشومه تقني، ماشي تقني ديال الصوت، غير واحد جاي كيقول براسو انه حتى في الباسو ما عندوش حتى الهيئه ديال واحد يكون في سميتو في مجلس ديال اون كوميسيون اللي كتقرر واش هذا الفيلم يدار ولا ما يدارش شيء، ومن الاخر كتلقاهم عطاو لواحد. شنو خاص يدار؟ دابا كتقول انه ماشي مساله اكراهات، الحكومه تقدر دير، الفاعلين السياسيين ممكن يبدلوا لانه كاين الخير في البلاد، ولكن كاين الفساد. كاين خصنا نتبعوا كلام صاحب الجلاله اللي عيامه كيخطب في الخطابات ديالو، خطب في قبه البرلمان تيقول لهم عباد الله راه خصنا نكونوا مزيانين، خصنا نكونوا باخلاق مغربيه حقيقيه وطنيه، خصنا نكونوا وطنيين تنبغيو بلادنا، نضحيو من اجل بلادنا. ما كاينش هادشي اليوم؟ لا ما كاينش. شنو رايك في الحكومه الحاليه؟ قليل انتهى النتيجه. شوف السي كريم، راه النتيجه كتبين.
راه النتيجه كتبين. الحكومه ديال احنا كتقول على راسها انها افضل حكومه جات في التاريخ ديال المغرب. كل واحد وانا نقول لك انا افضل فنان جيت في تاريخ المغرب، ونقول لك انت تقول احسن اعلامي قول اللي بغيتي، ولكن اعطيني النتيجه. انا تنقول انا احسن فنان ومني غتجي تشوف العمل ديالي تتلقى ماشي احسن حكومه هذه عندنا. ما كاينه لحد الان، باقي ما وصلناش لاحسن حكومه لحد الان. انا احسن حكومه بالنسبه لي هي من يكون المواطن قاضي عنده لقمه العيش ديالو، انه ساكن، انه كيقري ولده، انه كيداوى. هادو 4 الحوايج الا كانوا هادو اصفق لهذه الحكومه. اذا ما كانوش هاد 4 الحوايج هادو ناس ما فاشلين. فاش فشلت ولا فاش غلطات هذه الحكومه؟ تسير اختلالات بزاف د الحوايج. كاين شي فلوس كيمشيو في خوا الخاوي، كاين سوء التدبير، كاين بزاف د الحوايج. انا ما تلومش وزير ولا جوج ولا مساله تيكيب على قدها، حكومه على قدها. كاين وزراء اللي هما ناس باغيين يخدموا ناس، وانت شتي كاينين برلمانيين اللي خرجوا من الاحزاب وخرجوا لانهم ما قدروش يستحملوا هذا الشيء اللي واقع. ومني كتشوف مثلا ان واحد برلماني ورئيس ديال جماعه ولا رئيس جهه وشفار ولا كيتاجر في المخدرات، اذا اش بقى؟ فين هي هاد السيد راه عنده تاثير. السيد راه ملي كيهز التليفون راه كيهضر مع الوزير الاول وكيهضر مع الوزير الثاني وكيهضر مع هذا وكيقدر يغير بزاف د الحوايج، وفي الاخر كتكتشف بان هذا السيد راه بياع وشراي في حوايج اخرين ولا هذا. ماشي هي هذيك. الحوار خصو يكون مفتوح. الحكومه هي اللي خص يكون قلبها مفتوح هكا، محلول للجميع، للنقاشات، للحوار، الاقناع. الحكومه قلبها ما مفتوحش. انا كيبان لي لا، ما كاينش حوار، ما كاينش. حنا في الميدان ديالنا ما كاينش حوار. الوزير ديال الثقافه اللي انا ناض معاه بوليميك انا وياه على هذا الشيء، سير خذ من عنده رونديفو. الا عطاه لك انت كاعلامي انا نهرس يديا، باش كيدير الله اعلم. ما يعطيكش رونديفو. المدير ديال التلفزيون ما يعطيكش رونديفو، وتفرقع انت كاع. واش انت تاخذ بحال كيما دار بن كيران قبل تا هو مني جا وخذ القرار مثلا ديال لا روتريت، ما خداش قرار ثلاثي مع العمال ومع خداو هما بوحدهم. واش انت كتجي عندك 5 سنين كتجي كتاخذ قرار كتسلت وكتخلي الناس عايشين في هذا؟ حيت المطلق خصنا نلقاو حلول. انا ملي كنجي تنقول لك السي محمد انا هذا الحيط راه ما نقدش نبنيه، وكتقول لي لا خصك تبنيه، وتنقول لك راه ما نقدش نبنيه، كتقول لي لا خصك تبنيه، وفي الاخر تتقبل انني نبنيه. كتضيع وقتك ووقتي الحوار هذا هو المشكل. اللي كاين الحوار مبني على دراسه. المشكل عندنا حنا هو في الدراسات، وهذه راه طرحتها في واحد الحلقه اللي غتشوفها ديال تدبير المياه، الماء وداك الشيء وسميتو. حنا حتى كتوقع الازمه عاد غنديروا خليه ديال الازمه ونحاولوا نحلوا المشكل. لا سيدي، خاص النقاش يكون متداول ودائما كاين نقاشات في المدارس شي يوميا. خاص يداروا. الاساتذه ما واخدينش حقهم اليوم في المغرب. الاساتذه في نظري انا يستاهلوا اكثر. الاساتذه المعلمين يستاهلوا اكثر باش التعليم يرجع كما كان. شوف الا ما كنتش مرتاح انا كفنان، الا ما كنتش مرتاح مخلص مزيان راه ما نقدرش نعطيه. راه ما يمكنش لي نأدي دور وندمج فيه ونخدم فيه وانا عندي مشاكل في داري وعندي مشاكل مع وليداتي. راه ما يمكنش السي كريم. راه ما يمكنلكش دابا تخدم انت مرتاح وانت عارف راسك الا خرجتي غادي يوقع لك شي مشكل، ولا هذا راه عندك في الدار مشكل مادي ولا هذا، راه ما يمكنش. ولا ما عندك مشاكل، يعني راه صعيب. الاستاذ الطبيب، انا كنقول لك التطبيب والتعليم قطاعات اجتماعيه حيويه ومهمه جدا، واللي عليها كتبنى الحضاره ديال البلاد والثقافه. هادو 3 الحوايج مزيان. البلاد اللي ما فيهاش ثقافه وما فيهاش، لان الا مشيت تنهار هذا الجانب الاجتماعي مشات الحضاره كلها. شوف كاينين مثال معروف 3 الحوايج الا بغيتي تشد حضاره وتريب بابها. 3 الحوايج. الاول هو العائله. تريب العائله. كيفاش تريب بهذه المشاكل الاجتماعيه، وخاصه المراه. إلا ما عطيتيش للمرأة حقها وما تهليتيش في المرأة، لأن هي العمود الفقري ديال العائلة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الشرف ديال العائلة. الغلط كيقول لك بأن الشرف الحقيقي هو المرأة ديال العائلة، لأن المرأة تقدر تهز العائلة الفوق وتهبطها لتحت، تقدر تربي ولاد ولا ما تربيهمش، تقدر تخرج عليهم يعني واخا يكون الراجل كيف ما كان، وتبقى خدامة وكدير دورها كمرأة. المرأة هي العائلة. الثاني هو المعلم. شي نهار المعلم كتردو جرتيله وما تيبقى يحترموا حتى شي حد، سالات الحضاره ريبتيها. المعلم راه صاحبي راه قال فيه قم للمعلم وفيه تبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. المعلم راه استغفر الله العظيم راه رسول، لانه يعلم اجيال. لانه الى هذا السيد ما كانش مرتاح
راه الله يكون في انا بصرف انا مثلا الا لقيت بنتي ولا ولدي ما عنديش ما نوكلو، راه غنمشي ندير شي حاجه باش ما يمكنش نخلي انا امي كتجوع ولا هذا ونبقى جالس، لا بد ما غندير شي حاجه واخا نعرف ارتكب جريمه، لان هذه مساله غريزيه فينا. وشحال غتبقى تقول لا استغفر الله؟ ما يمكنش. كاين اللي غيقول استغفر الله وكاين اللي ما غيقولهاش، يعني قريبين للانحراف في المساله. الطبيب نفس الشيء. والثالثه اللي هي مهمه هما الاقطاب ديال المجتمع، الناس اللي كتقول القدوات. ملي كطيح القدوات ما كيبقاوش صافي، ما بقى عندك مثال فاس. انا قبل كنا كنقول انا بغيت نكون بحال فلان، انا بغيت نكون بحال فلان، بحال العروي، بحال مهدي المنجره، بحال مثلا. انا الان انا كنت كنحلم دائما نكون عندي المثل الاعلى ولا القدوه. انا لحد الان شكون المثل الاعلى ولا القدوه ديالك؟ كان عندي واحد القدوه خطيره جدا اللي هو الحسن الثاني. كان كيجيني انسان رائع، لا ثقافه ولا فنان ولا يعني. كنت ملي كنت صغير تنقول هذا ماشي حيت مالك، ماشي حيت مالك، حيت بروفيل شخصيه قويه جدا. يعني لو وقفت قدامه كتحس بشخصيه. ثقافه ملي كيخطب، ملي كيهضر، ملي كيتكلم، حافظ القران اللي بغيتي. يعني هادو بالنسبه لنا قدوات، قدوه مهمه في المجتمع. كان عندي مثلا بعض القدوات اللي هما كتاب كبار، كيف قلت لك عطيتك اسماء بحال العروي، عطيتك اسماء ديال الفاسي، عطيتك هادو ناس اللي داروا ودا الممكن الناصري. هادو ناس اللي بالنسبه لنا الان ما بقيناش كنشوفوا هاد القدوه، بدينا كنقتلوا. هادو كيبنيو المجتمع، هادو اللي ريبتي السواري. هاد ثلاثه الحوايج. فهذا ولا الحكومه اليوم واش محتاجين تعديل حكومي؟ طبعا. ولا الحكومه كلها خصها تبدل؟ لا، خص تعديل الحكومه. انا ما تنقولش كل الحكومه خص تعديل الحكومه بما فيه رئيس الحكومه ولا غير الوزراء. شوف، رئيس الحكومه بشكل مباشر في رايك عزيز اخنوش خصو يبقى كرئيس حكومه ولا لا؟ شوف، الى كنظن انا عزيز اخنوش، انا ما بغيتش اللوم على واحد، حيت ما يمكنش القبطان بوحدو اللي تلومو، اللي غادي يصايق سميتو القبطان. الا ما كانوش معاه ناس في المستوى ربما هو كيضعف. يعني افهم من كلامك يبقى عزيز اخنوش، شي نخليو عزيز ويتبدلوا بعض الوزراء. الا تبدلوا بعض الوزراء غيغيروا حتى اخنوش في الراي ديالو، لانهم غيوقفوا له وغيقول لي هذه ما نديروهاش وهذه ما نديروهاش. ماشي يقدروا مثلا يمشي اخنوش ويجي واحد اخر، ولا بقاو وزراء اللي هما عيانين غادي يهرسوا الحكومه. حيت ضروري هذاك القبطان تيخصو ناس اللي غيمشوا معاه. كاينين تبارك الله وزراء اللي هما في المستوى وباغيين يغيروا بزاف د الحوايج وداروا بينوا، وكاين اللي مهرس راه اللي بغا كاس. قالت لي دقيقه سي سعيد الناصري غنعطيها لك في بطاقه حمراء امام الكاميرا في موضوع من اختيارك كيف ما بغيتي توجه فيه رساله في بطاقه حمراء الان على شادة تيفي. يعني اللي بغيت نقول اولا مبروك على الناس هذا الشهر الكريم بالصحه والعافيه، وباش كيتمناو واننا نديروا واحد المزيد من التضامن مع بعضياتنا ونتعاونوا على اساس اننا نعاونوا الخوت ديالنا والاصدقاء ديالنا اللي هما في حاجه ماسه الان للمساعده. نزيدوا نكثروا من الخير لانه هو الوحيد اللي غادي يقدر يوصلنا لواحد النتيجه ونحسوا باننا رحنا شعب متضامن وشعب متماسك. هذه مساله مهمه. الجانب الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو انني اناشد لتعديل حكومي. ما وقع هذه الأيام حز في قلبي، لأن كانت واحد المقولة جميلة جدا وقريناها في التاريخ على أجدادنا وعلى طارق بن زياد ملي بغى يفتح الأندلس. قال واحد الكلمة: حرق المراكب، وقال لهم: البحر من ورائكم والعدو أمامكم فأين المفر؟ أين المفر؟ الآن الآية تقلبات، ولنا العدو من ورائنا والبحر أمامنا. هذا الشيء اللي وقع فيه الوليدات، لأنهم هربانين من واحد العدو الخطير جدا، هو ضعف العداله الاجتماعيه للاسف الشديد، الفقر، التهميش، بزاف الحوايج اللي خلاهم يهربوا ويمشيوا ويغامروا بحياتهم. لا، كاين خير الامام. علاش ما نقلبوش ونشوفوا؟ قال لي لا العدو اللي احنا هربانين منه اللي خايفين منه قال لي ما باينش، مخبى. وفعلا العدو اللي كاين عندنا خايب، لان طارق بن زياد كان عارف العدو ديالو شكون هو. العدو ديالو هما الاسبان، العدو ديالو هما دوك اللي بغا يفتح الاندلس، هما الكفار. اما حنا دابا كاين شي اعداء ما عارفينهمش، هما اللي دايرين ديك باك صاحبي والكرش الكبيره ودي من هنا وخذ من هنا والرشاوي وهذا وخدم هذا وما تخدمش هذا وخلي ولد الفقير يموت ورا ولد هذاك اللي من جهه، وهذا الشيء تخرب لسان اللي كنهضروا عليه ديما. حنا مثلا في الميدان الفني ديالنا نفس الشيء. انا السؤال اللي خصو يتطرح الان واللي بغيت الحكومه تطرحه: الناس اللي عاطينهم المسؤوليه ديال الشباب، وزاره الشباب، شؤون الرياضه، وهذا الشيء كله، اش داروا؟ واش ما وضعوش السؤال تيقولوا علاش وليداتنا كيهربوا؟ علاش وليداتنا باغيين يهجوا ويمشيو للبحر؟ علاش وليداتنا باغيين يغامروا بنفوسهم ويحرموا والديهم منهم؟ واطفال عباد الله، اطفال
اطفال انا كنت نخاف نخرج معاهم من دارنا. دابا ولا الدري صغير انا كنت كنمشي نعوم في عين دياب كتبان لي غير الموجه طالعه كنتخلع لان ما عارفش نعوم، وداخل معايا بجوج بوديزات باش زعما نبقى واقف. دابا هادو اطفال غاديين عباد الله هادشي راه تيتخلع. شي واحد دابا خرج من دوك السياسيين ديال جداش يقول لا وحده وهذه غير انتصاره، وشي وحدين هما اللي اثروا عليهم وقالوا لهم متفق معاك، ولكن السؤال اللي خصك تطرحه علاش خليتي هادو كيأثروا عليهم ويعمروا لهم دماغاتهم ويقول لهم اجيو هاجروا من بلادكم؟ علاش خليتوهم في التهميش وبرزتوا وما ديتوهاش فيهم وهملتوهم حتى ولاو اي واحد كيجي كيستغل ظروفهم الماديه وظروفهم الاجتماعيه باش يدير بهم ما بغا؟ كاين حوايج اخرين خيب من هذا. عرفتي اش قال لي هذاك الوليد ملي هضرت معاه؟ قلت له ولدي زعما واش انت ما تسويش البلاد؟ قال لي لا عمي انا كنبغي بلادي وتنبغي صاحب الجلاله. اقسم لكم بالله هذا كلام واحد الوليد قال لي انا كنبغي البلاد وكنبغي والديا وكنبغي الناس، ولكن ما بغيتش نبقى كندور هنايا تنولي مجرم ونولي خايب ونادي بلادي. قال لي اللهم بغيت نمشي باش ندبر على راسي ونرجع لبلادي بوجه احمر، غادي بواحد الحلم اللي هو ما عارفوش وما كاينش، ولكن حلم تباع عليه وغادي ليه. هذا هو السؤال اللي خصك توضعه يا وزير الشباب، يا وزير الشباب والرياضه، يا الناس اللي مهتمين بالشباب وبالاطفال، يا وزاره التضامن، يا تسائلوا وقولوا اش واقع. هربتوا الفنانه، هربتوا العقول، هربتوا الناس اللي باغا تخدم في البلاد، هربتوا شحال من واحد، والان ولينا كنشوفوا وليداتنا واطفالنا. ما تقولش لي بلا كلشي كاين، راه حتى كلب ما كيهرب من دار العرس. هذا هو السؤال. خاصنا كلنا نجتمعوا، خاص الناس النزهاء اللي باغيين يخدموا في هذه البلاد وبغاو بلادنا تمشي بعيد، الناس اللي عندهم روح ديال المواطنه، الناس خاصنا كلنا نقلبوا على هذا العدو، على هذا الولد الحرام، هذا مسخوط الوالدين ديال العدو اللي ما كيبانش، اللي مخبع، اللي داخل ودير لنا هاد التخربيقه هذه وبرك ينهش من هنا ومن هنا، واللي كلشي كيهضر عليه. نهار غنعرفوا العدو ديالنا ديك الساعه غادي نخليو البحر وراءنا والعدو امامنا، وغادي نديرو بالكلمه ديال طارق بن زياد. الله يكون في عون وليداتنا وفي والدين وليداتنا، الله يكون في عوننا جميعا. علاش هذا الفيديو رجعت شاركته معكم وانا كنت فايت ليا شاركته معكم في القناه لانه تمسح مع الاسف، وانا باغيه هذا الفيديو الصراحه يبقى لانه فيه كلام اللي حسيت به انه حقيقي، انه كيلامس الواقع. شوفوا الاخوان، الكلام اللي سمعنا دابا ماشي كلام خاصنا ندوزو عليه مرور الكرام، حيت سعيد الناصري هنا طرح واحد السؤال اللي مهم بزاف واللي كيمس الواقع ديال بزاف ديال المغاربه، الا ما قلناش واحد 99%. علاش الفقر كيبقى حاضر في المجتمع، وعلاش كاينين اسر كتعيش بصعوبه رغم ان البلاد فيها امكانيات وثروات وفرص. ملي كنهضروا على الفقر ما خصناش نشوفوه غير على انه المواطن ما عندوش الفلوس، وانما خاصنا نقلبوا على الاسباب اللي كتخلي الانسان يبقى كيدور في هذه الدائره المفرغه. ومن بين هذه الاسباب اللي كيهضر عليها الناصري كاين الفساد، كاين السرقه، وكاين سوء التسيير او التدبير. وملي كيضيع المال وما كيتستغلش بالشكل الصحيح فالنتيجه ما كتكونش غير في الارقام والحسابات، النتيجه كتوصل بطبيعه الحال للمواطن العادي والمواطن الفقير، كتوصل للمدرسه، كتوصل للمستشفى، للخدمه، للقدره الشرائيه وللفرص ديال العمل. كتقيس الفرص اللي كان ممكن تكون متاحه للشباب ولكن ما لقاهاش. والمشكل الاكبر هو ان الفقر ما كيأثرش غير على الجيب، وانما كيأثر حتى على الامل. الشاب ملي كيقرا كيتعلم كيحاول يخدم ومن بعد كيلقى راسو سنوات وهو كيقلب على فرصه وما كيلقاهاش، هنا كيبدا يطرح واحد السؤال: فين غادي نمشي وشنو غادي ندير بالمستقبل ديالي؟ وهنا كنوصلوا لواحد الظاهره اللي ولات كتخلع بزاف، واللي شاهدنا هاد الايام واللي شهدتها تقريبا بزاف ديال الاسر المغربيه الفقيره، واللي هي هجره الشباب. حيت ملي الشاب كيشوف ان المستقبل اللي كيتمنى يبنيه صعيب بزاف لا بل مستحيل، وان الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه ضاغطه عليه، كيولي كيشوف الهجره كواحد من الحلول الممكنه. حتى الا كانت الطريق محفوفه بالمخاطر فعلى الاقل كاينه واحد الفرصه. هو بطبيعه الحال ما يمكنش نقولوا ان الهجره عندها سبب واحد ولا نحمل المسؤوليه لواحد الطرف دون الاخر، بل كاينين اسباب كثيره اقتصاديه، اجتماعيه، نفسيه، وحتى مرتبطه بالطموح والرغبه في الحياه الكريمه وفي حياه افضل. ولكن السؤال الحقيقي هو علاش وصلنا للمرحله اللي يولي فيها الشاب مستعد يخاطر بحياته لواحد درجه كبيره بزاف بلا ما يفكر
ويبعد على والديه وعائلته وبلادو غير باش يبحث على فرصة وحياة كيشوفها أفضل، رغم أنه صعابة الوقت حتى يعني على برا كنشوفوا بأنه تم وصعابة الوقت. فهاد السؤال خاصنا نوقفوا عنده، حيت الإنسان ما كيهاجرش ديما لأنه كيبغي يهرب من بلادو أو لا ما حاملهاش، كيهاجر لأنه ما لقاش فين يبني المستقبل اللي كيحلم به. وإلا بغينا نعالجوا هذا المشكل ديال الهجرة ما خصناش غير نهضروا على الحدود والقوارب والمخاطر، خاصنا نهضروا كذلك على الأسباب اللي كتخلي الشاب أصلا يفكر في الهجرة. خاصنا نسولوا واش كاينه فرص شغل كافية، واش الشباب قادر يلقى خدمة بكرامة، واش التعليم كيعطيه المهارات اللي محتاجها أصلا، واش الاستثمار كيوصل لجميع المناطق، واش المواطن البسيط كيحس فعلا أنه عنده مستقبل. لأن مواجهة الهجرة ما كتكونش فقط بمنع الشاب من الرحيل أننا نحبسوهم أو لا نردوهم أو لا نقمعوهم، وإنما كذلك بمحاولة خلق الظروف اللي تخليه ما يبغيش يمشي أصلا. وهنا بالضبط كنرجعوا للكلام اللي سمعنا في المقطع الأول، إلا كان الفساد وسوء التسيير والاختلالات كيساهموا بإضعاف الاقتصاد والمجتمع، فطبيعي أن المواطن غادي يتساءل فين غادي تكون الفرصة ديالي وفين غادي يكون المستقبل ديال ولادي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم على زيارة القناة ومشاهدة الفيديو، شكرا لكم على الدعم المتواصل ديالكم، شكرا على لي لايك، على البارتاج، على دعم المحتوى الهادف فالدال على الخير كفاعله، جزاكم الله خير الجزاء. وما ننسوش أننا نختموا هذا الفيديو بختام مسك اللي هو الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.